في ناس كتير بتضحك على بعض وبتقول إن ممكن الواحد يتعلم إنجليزي في 5 أيام أو أسبوع أو حتى شهر ومن غير تعب ولا مجهود ولا مذاكرة. يعني الناس ديّة تتحمّل مشكلتهم وتتحمّل نتيجة أفعالهم، لكن أنا عن نفسي أنا مش هاضحك على نفسي، وإن كنت ناوي أنجح في حياتي فلازم أكون صريح مع نفسي. وعشان أبقى صريح مع نفسي أول حاجة، الإنجليزي دلوقتي إن الواحد يتعلم إنجليزي بقى يعني ضرورة مش رفاهية، وعلشان أتعلمه وأنجح فيه لازم أذاكر. تاني حاجة، أنا مش هافضل طول عمري باضيّع فرص من إيدي علشان مستوايا في الإنجليش أقل من المطلوب، ومش هاضيّع سنين عمري تاني في نفس الدايرة المُغلقة. على طول محتاج إني آخد كورس في اللغة الإنجليزية علشان أحسّن مستوايا، وأتفرّج على فيديوهات على اليوتيوب ألاقي حد بيقول كذا، وبعد فترة أتفرّج على حد تاني بيقول لأ كذا غلط، قُل كذا وأنا مش عارف الصح من الغلط. دايرة مُغلقة إني دايمًا تحت رحمة رأي الHR في الإنجليزي بتاعي، حلو والّا وِحِش، لو عجبته أشتغل، ما عجبتوش اتقال لي مع السلامة أو هنكلمكم ما حدش يتكلم. دايرة مُغلقة إن حلم الدراسة أو السفر أو إن أنت تشتغل في شركة عالمية مع أجانب حلم بعيد ومستحيل ومش للي زيي. عشان ابقى صريح مع نفسي برضو مفيش حاجه اسمها سفر او شغل انترناشونال مع اجانب او منحه او سفر او دراسه مثلا في جامعه عالميه من غير انجليزي كويس جدا وواضح. ومفيش انجليزي كويس جدا وواضح من غير تعب ومجهود ومذاكره، والا ما كانش حد غيره وبقى الانجليزي عقبه في كل المجالات اللي ناس كتير. وعشان ابقى صريح مع نفسي برضو الانجليزي تحدي ولازم اكسبه وفي اقرب وقت ممكن. بس السؤال هنا امتى وازاي. ازاي هتحدد امتى؟ إزاي؟ أشوف الناس اللي كانوا زيي وكسبت التحدي ده قبلي عملوا إيه وأعمل زيهم، وأهل اللغة ذات نفسهم بيقولوا إيه وأمشي عليه. طيب، أهل اللغة بيقولوا إيه؟ بيقولوا SAFR. إيه SAFR ده؟ ده اختصار Common European Framework Reference. أهل اللغة قسموا مستويات الناس أو أهل اللغة قسموا اللغة ذات نفسها لمبتدئ ومتوسط ومتقدم A و B و C، ومحتوى كل مستوى متقسم على اتنين، ف A1 A2 B1 B2 C1 C2. والكلام ده مش في مصر بس، ده على مستوى العالم كله متفق عليه، وده اللي لو رحت عملت تويفل او ايلز ده اللي هتتحاسب عليه، ده اللي على اساسه هيقيمك الشخص اللي بيمتحنك. فالسكور اللي هتاخده او الدرجه اللي هتاخدها هتبقى بناء على الكلام ده، الصفر ده، المحتوى ده اللي متفق عليه على مستوى العالم كله. طيب ده بالنسبه لاهل اللغه. بالنسبه للناس اللي كانوا زيي وكسبوا التحدي ده قبلي، كلهم اجمعوا ان احسن واسرع طريقه لتعلم اللغه هي الطريقه اللي انت اتعلمت بيها لغتك الاصليه. اي طفل بيقعد 5 سنين تقريبا يقعد يسمع ويغلط ويحاول ويغلط تاني ويسمع تاني ويغلط تاني لغاية ما في 5 سنين الموضوع بيبقى بشكل تلقائي ومفهوم وواضح وسلس. بس أنا عقلي ناضج مش زي الطفل لسه بيتكون، وديت لغة تانية بالنسبة لي مش لغة أولى زي الطفل، فأكيد مش هقعد 5 سنين. عشان كده بجانب السماع الكتير والحاجات اللي بيعملها الطفل اللي احنا إن شاء الله هنعملها، كل الناس اللي كسبوا التحدي ده قبلي كلهم أجمعوا إن أنت هتعمل حاجة زيادة. إيه هي؟ حاجتين. أول حاجة، الكلمات هتحطها في جمل وتحفظ الجمل، لان انت لما بتيجي تتكلم بتقول جمل ما بتقولش كلمات، وكده كده الجمل بتتكون من كلمات. تاني حاجة، هتذاكر قواعد الجرامر، هفهمها كويس واحل عليها كتير علشان اثبت المعلومة والمعلومات ما تخشش في بعض. لو انت اتقنت الاتنين هتقدر ان انت تلعب باللغة زي ما انت عايز. ومع الوقت الكلمات بتكتر، وطبعا انت مش هتحفظ قاموس ولكن انت هتكون حافظ جمل كتير، وفي نفس الوقت الجرامر هيساعدك ان انت تشكل فيها زي ما انت عايز وتلعب باللغة زي ما انت عايز. المحادثة لا غنى عنها حتى لو هتتفرج على 100 فيديو على اليوتيوب و1000 فيلم، لازم محادثة، لازم تمارس اللغة. طيب ده بالنسبة لإزاي. إمتى؟ كل ما حطيت وقت أكتر وكل ما كان عندك خلفية عن اللغة أكبر كل ما الوقت ده قل، 6 شهور بقى، 4 شهور، 3 شهور، على حسب كل شخص وإمكانياته. نصيحة من تجربتي الشخصية، مفيش جامعة عالمية أو شركة انترناشونال أو حتى دولة عاملة برنامج هجرة زي كندا مثلا كاتبة في المتطلبات بتاعتها علشان تقدم الاكسنت خالص. يعني دي بالنسبه لي من وجهه نظري الشخصيه، يعني الاكسنت ديت نشتغل بعض بيها علشان نبعد عن الموضوع الاساسي وهو اللغه ذات نفسها. حاجه تانية، الناس اللي كسبت التحدي ده قبلي ما عملوش حاجه مستحيله ومش احسن مني، بل بالعكس الموضوع اسهل مما تتخيل بالمذاكره. اخر حاجه لو افترضنا ان الانجليزي ده كله عباره عن جمله واحده، let's say مثلا خليها مثلا my name is Islam. لو رحت امريكا هتبقى my name is Islam. لو رحت انجلترا my name is Islam برضو. استراليا my name is Islam برضو. فلو جينا مصر هنا، لو انا دخلت مثلا الاي يو سي على اساس ان هو اشهر اماكن تعلم اللغه الانجليزيه في مصر، فهيعلموني ماي نيم از اسلام برضه. انجلترا رحت مثلا بريتش كونسل، ماي نيم از اسلام برضه مش هتتغير. ايا كان الكورسات كتير،
وفوق الممتازة، بس الإنجليزي واحد مش هيتغيّر. فمش المهم الكورس غالي قد إيه أو الكورس عامل إزاي، المهم أنا باعرف أقرا وأكتب وأتكلّم وأفهم اللي بيتقال. المهم عندي إني أوصل لهدفي وأحقق حلمي، مش إني أركّز في الكورس فخم أو إن الinstructor عنده British accent والّا American accent والّا Egyptian accent. يعني بلاش نشتِّت تركيزنا وفلوسنا ووقتنا في حاجات ما لهاش لازمة، ونركّز في هدفنا ونحقق حلمنا في أقرب وقت ممكن. أشوفكم الأسبوع الجاي.